السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا كل يوم في رمضان رسالة من القرآن. الرسالة النهاردة الأولى هي سورة الفتح، فاتحة الكتاب، أعظم سورة في القرآن. عشان كده ربنا جعلها لازم نقولها 5 مرات يوميا. احنا بنقولها بسرعة، بس احنا لو وقفنا عندها بالراحة هنلاقيها رسالة حب من ربنا لينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا بيقول لنا ابدأوا كل حاجة في حياتكم ببسم الله، هتكون ميسرة وهتكون سهلة عليكم وهتكون محلولة إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الرحمن رحمته وسعت كل الخلق. أما الرحيم رحيم بعباده المؤمنين بس، خلي بالكم. الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وجاء الرحمن الرحيم، جت الرحمن الرحيم عشان تأكيد على إن أساس علاقتنا بربنا هي الرحمة مش القسوة. مالك يوم الدين، يا ربي على الآية اللي فيها مالك يوم الدين، آية اطمئنان إن ربنا مالك يوم الحساب وهيحاسبنا بالعدل، وما نخافش من العباد لأن ربنا موجود، هو مالك الحساب ومالك الدنيا، هو العدل. إياك نعبد وإياك نستعين، إخلاص العبادة لله. كل حاجة نعملها هتكون مخلصة لله، إخلاص فيها واستعانة بالله، هنرتاح. لو عملنا كل حاجة في حياتنا وإحنا مخلصين العمل ده لله إحنا هنرتاح. اهدنا الصراط المستقيم، طلب هداية ودعاء إلى الله إن هو يثبتنا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احنا بندعي ربنا ان هو يهدينا الصراط المستقيم اللي هو صراط الانبياء والصالحين، مش الناس اللي عرف الضالين اللي هم عرفوا طريق الحق ورفضوه. الفاتحة هي علاقة جميلة بين العبد وبين الرب، هي رسالة حب لينا. ربنا أكد علينا إن احنا نقراها 5 مرات يوميا. أنا عايزة أقول لكم سورة الفاتحة دي هتفتح الأبواب المغلقة، فيها طلب استعانة بالله، فيها دعاء وثناء على الله. وعايزة أقول لكم إن مهما الدنيا قفلت بالنسبة لكم وشايفين إن الأبواب كلها مقفولة، اقروا سورة الفاتحة. وفي الآخر العبد بيطلب طلب الهداية من الله، وده أجمل طلب، أحسن من الفلوس ومن الشهرة ومن أي حاجة. وانتوا بتقروا سورة الفاتحة ركزوا إن انتم في طريق الهداية، عشان كده ربنا أكرمكم بيها. انتظروني كل يوم في رسالة من القرآن. قولوا لي أجمل آية بتحبوها في سورة الفاتحة. أنا غادة أتمنى لكم السعادة. الفيديو صدقة جارية على روح بابا وصدقة جارية ليا وليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.